ازيكم يا شباب؟ عاملين النهارده معاكم نطلب فيديو جديد. النهارده عندنا الجانب المظلم من حياه محمد رمضان. هنتكلم من اول ما اتولد لحد الجانب المظلم اللي هو وصل. محمد رمضان اتولد 23 مايو 1988 في محافظه الجيزه. محمد رمضان لما اتولد كان مولود وسط عيله بسيطه. ابوه كان شغال في النقل، مامته كانت ربة منزل، وهو كان اصغر واحد بين اخواته كلهم. كان عنده اخ واخت. اخت محمد رمضان كان اسمها ايمان، واخوه كان اسمه محمود. اتربى في حي المنيب، وهناك كمل دراسته الثانويه والابتدائيه. محمد رمضان من ساعه ما اتولد وهو بيحب التمثيل، ودايما كان بيشارك في المسرح بتاع المدرسه، وقدر يكسب جايزه احسن ممثل موهوب، كسبها على مستوى الجمهوريه 3 مرات، وده اللي شجعه ان هو يكمل في مجال التمثيل. اول خطوه لمحمد رمضان في التمثيل كانت الادوار الصغيره زي مسلسل السندريلا سنه 2006 اللي كان عامل فيه دور الفنان احمد زكي. طب امتى بقى محمد رمضان بدأ يظهر في السينما؟ في 2009 عمل دور مهم في فيلم احكي يا شهرزاد مع المخرج يسري نصر الله، ودي كانت نقطة التحول الكبيرة لمحمد رمضان في مسيرته. دوره في الفيلم أثبت إن هو عنده موهبة كبيرة، وبدأ الناس تهتم بيه أكتر. بعد كده محمد رمضان بدأ يعمل أفلام يبقى هو البطل فيها زي الألماني وعبده موتة سنة 2012، وبعدها قلب الأسد سنة 2013. الأفلام دي كانت بتحقق نجاح كبير في السينما، والجمهور حبها لأنها كانت بتتكلم عن الواقع المصري. طب ليه محمد رمضان بقى مشهور في أدوار الدراما؟ في مسلسل ابن الحلال سنة 2014 كانت من أهم المسلسلات اللي قدمها محمد رمضان، وكان عامل فيه دور واحد بسيط بيتعرض للظلم. المسلسل ده نجح بطريقة مش عادية، كل الناس حبت المسلسل ده بسبب إيه بقى؟ المسلسل اللي خلى محمد رمضان نجم فعلا مسلسل الأسطورة 2016، لعب فيه دور شخصيتين توأم. المسلسل كان مليان أكشن ودراما، المسلسل حقق نجاح ضخم. محمد رمضان نجح في المسلسلات والافلام اللي خلاه بقى يتجه للغنى. في 2018 قرر يجرب الغنى ونزل اغنيه نمبر 1. الاغنيه من اول ما نزلت انفجرت. من ساعتها بقى محمد رمضان ركز في التمثيل والغنى. طبعا بعد اغنيه نمبر 1 ما حققت نجاح نزل باغنيه تانية. الاغاني دي حققت ملايين من المشاهدات زي اغنيه المافيا والملك ونساي، كل دول. طب ليه اغاني محمد رمضان بتنجح؟ لان هي بتبقى بايقاع قوي وكلمات سريعه وبيبقى فيها ثقه في الكلام. بس الحياه ما مشيتش حلوه معاه لحد كده. بس كان في جانب مظلم من المسلسل ده. المسلسل اتعرض للانتقادات بسبب انه كان بيسلط الضوء على البلطجيه. ليه الناس كلها بتنتقده؟ واحده من اكتر الحاجات اللي الناس بتنتقد محمد رمضان بسببها هي الغرور. والله عندي عربيه الجيزه. في ناس كتير شايفه ان ده نوع من الغرور، في ناس تانية شايفه ان هو براحته، يعني ممتلكاته هو حر فيها، وناس تانية مش فارق معاها اصلا زيه، وناس تالتة شايفه ان هو طريقه للتعبير عن ان هو نجح وكده بس مش فارق. في 2013 اتقبض على محمد رمضان بكمين المرج بتهمة إن هو معاه سلاح بدون ترخيص. القضية دي طبعا عملت جدل كبير وقتها لأنه شخص معروف، لكن بعد التحقيق طلعوه. في 2020 حصلت له حاجة يعني ممكن دي أسوأ حاجة تحصل لأي حد مشهور بسبب صورة هو نزلها، كانت مع مغني شهير. بعد الصورة دي محمد رمضان اتعرض للهجمات الكبيرة من الناس. ناس كتير اتهمته إن هو بيروج للعنف والبلطجة، وأفلامه ومسلسلاته دايما بتتكلم عن الشخصية القوية اللي بتتكلم عن العنف، وده اللي خلى ناس كتير تقول إن هو بيشجع على البلطجة وبيأثر بطريقة كبيرة على الصغيرين اللي بيتفرجوا عليه. إيه هو تأثير فيلم قلب الأسد على محمد رمضان؟ الفيلم ده حقق نجاح كبير وإيرادات عالية، وده كان دليل إن محمد رمضان مش مجرد فنان لكن نجم يقدر يشيل فيلم كامل لوحده. بعد نجاح فيلم عبده موتة كان فيلم قلب الأسد تأكيد إن محمد رمضان عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، وده اللي شجع المنتجين إن هم يراهنوا عليه في الأفلام التانية. محمد رمضان قدم دور البطل الشعبي اللي بيواجه الظلم وبيحاول يثبت نفسه، وده اللي خلى الناس تربط اسمه بالشخصية دي. في ناس كتير خدت محمد رمضان ساعتها قدوة ليهم، وده زود شهرته بطريقة كبيرة. زي ما في ناس خدته قدوة ليهم، في ناس كتير هدمته، وإن هي كانت شخصية بتعتمد على القوة والعنف لحل المشاكل. في ناس كتير شافت إن الأفلام دي بتأثر على الأطفال، إن هي بتروج للعنف والبلطجة. طب الانتقادات دي أثرت على محمد رمضان؟ ولا الهوا، ولا كأنه سمعهم أصلا. ونجاح الفيلم خلاه يكرر نفس الدور في أفلام ومسلسلات كتير زي واحد صعيدي وشد أجزاء اللي كان فيهم نفس فكرة الأكشن والبطل القوي. وبعدها محمد رمضان بدأ يغير الأدوار اللي بيعملها زي مسلسلات نسر الصعيد والبرنس. وبعد نجاح فيلم قلب الأسد المنتجين بقوا شايفين إن أي فيلم فيه محمد رمضان، وده اللي خلى شركات الإنتاج بتتسابق على محمد رمضان بطريقة مش عادية. ده غير إن الجمهور زاد لأن كان في ناس كتير بتحب نوعية الأكشن اللي هو بيعملها. بعدها بدأ يخش في أدوار تانية زي الكوميديا والغيره. بس كده كل سنة هجيب النهارده، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ليكم انت